عملنا فلافل يا جماعه، يبقى لازم نعمل فول. بصي فول مدمس تحفه تحفه زي الكهرمان. عمره ما يسود منك لو مشيتي على الخطوات اللي انا بقولك عليها من غير اي اضافات ومن غير اي حاجه خالص، ولا مكونات جايه من المريخ. بصي يا ستي، انا بجيب الفول بنقيه وبغسله كويس جدا لحد الميه بتاعته متبيض تماما، وبعدين هنبتدي نغطيه بالميه كويس. الميه هنا تكون سخنه او تكون ساقعه مش هتفرق خالص. طبعا في ناس بيحطوا بيكنج باودر على اساس ان هو يسرعوا عمليه السوى. طبعا هي دي طريقه وما فيهاش مشكله خالص لو انت مستعجله ان انت تعملي الفول، ونبقى نعملوه مع بعضينا في مره ان شاء الله. انا بملى الميه لحد، يعني هجيب ميه تاني واغطيه، وده بعد عده ساعات لما الفول بتاعي يعني شرب ميه كويس وخلاص نفش كده وبقى شكله كويس، يعني بقى فول طبيعي. بصي هنا دي كانت فولايه صغيره، وانا مستغربه هي مال شكلها عامل ازاي، بس طلعت فوله صغيره يعني. انا بزود الميه هنا الكافيه عشان هرفعه على النار. معايا كام طماطميه كده، دي طماطم شيري بس مش هتفرق خالص لو حطيتي طماطم كبيره، بس اللي كان موجود عندي. بجيب ليمونه وببتدي اشققها كده بالسكينه، وبعدين برفعه على النار يغلي، وبعدين اوطي النار عليه خالص شمعه كده واسيبه لما يستوي. هنا كان استوى معايا بصي، كهرمان والله انا كنت بختبره. كهرمان تحفه، وما تفضليش تفتحي عليه كل شويه. ولو الميه بتاعته نقصت، هاتي ميه سخنه مغليه وزوديه، ما تحطيش ميه ساقعه ابدا ابدا. هنا كان خلص وسبته يستهدى شويه، وبعدين هبتدي اوزعه عندي في العلب بتاعتي. وانا عامله بليله برضه هوريكي طريقتها في الفيديو اللي بعد ده، علشان احنا بنحب نحط البليله على الفول، بصراحه بتبقى تحفه. ربنا يحسن ما بين ايديكم جميعا يا رب. ويستنوني فيديو جديد ان شاء الله. اشوفكم على خير، باي باي.